السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم اليوم فطائر كيجيو رائعين معمرين بالدجاج والخضار، يعني كيجيو روعة. وغادي نشارك معكم عصير باللبن والخضار كيجي رائع. وغادي ندوزو دابا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للعجين درت هنايا 2 لافات ديال الدقيق، نصف معلقة خميرة، معلقة صغيرة ديال سنيدة، معلقة ديال الملحة، كاس فينو. وغادي نعجن بما دافي كيف ما كتشوفوا. صافي هنا راني حطيتها على سطح العمل باش ندلكها مزيان كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. وصافي انا هنا دلكتها مزيان. غادي ندهنها بالزيت ونديرها في بلاستيكه ونخليها ترتاح. تقريبا نص ساعه بما وجدنا الحشوه. غادي ندوزو نصاوبو الحشوه. هنا درت الدجاج مقطع، الفلفله، البصله، درت زيت الزيتون، تحميره، سكينجبيل، خرقوم، الابزار، كمون والملحه والربيع، كزبره ومعدنوس. وصافي غادي نخلطهم مزيان، نخليهم حتى يتشحروا وطيب ليا الحشوه. صافي هنا الحجوه راها طابت، غادي نطفي عليها ونخليها حتى تبرد. هنايا العجينه راها ارتاحت مزيان. غادي نشكلها كويرات، وكنتمنى منكم تدعموني وتشجعوني باشتراك ولايك. كل ما دعمتوني كل ما يعني اشتركتوا في القناه عندي وكتشجعوني راه غنبقى دائما نحط الوصفات. صافي انا غادي نشكلهم كاملين كويرات ونرجع من بعد. انا هنا كملتهم كاملين، دهنتهم بالزيت وغطيتهم ببلاستيكه وغادي نخليهم يرتاحوا 5 دقائق. صافي هنا راهم ارتاحوا. غادي نشكل بالوحده بالوحده، نسرحها بالمدلك ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. تكون رقيقه يعني ما تخلوهاش غليظه. وغادي نبدا نشرط بالموس بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. غادي نحط الحشوه الوسط. وغادي نلوي بهذه الطريقه كما كتشوفوا. وصافي هي تشكلت ليا على هذا الشكل. كيجي المنظر ديالهم رائع. نبدا نعاود وحدين اخرين. كنشرط بالموس بهذه الطريقه وكندير الحشوه الوسط وغادي ندلوي.
وصافي. هذا هو الشكل. وصافي انا غادي نستمر هكا حتى نكمل الكويرات كاملين. صافي هنا من بعد ما كملتهم غادي ندهنهم بصفار بيضاء ونرشهم بالبافو من الفوق، كيعطي منظر زوين. صافي هنا راني كملتهم ورشيتهم بالبافو من الفوق وغادي ندخلهم الفرن حتى يتحمروا. هنا غندوز نصاوب معكم العصير. درت هنايا ليمونه، تفاحه مقطعه، بنانه مقطعه، وسلقت بطاطا وخيزو، بطاطا خيزوه وحده، وضفت اللبن، وغادي نضيف القليل من الفاني وجوج معالق سنيده، وغادي نطحن كلشي في الخلاط. وهذا هو الفطور ديالنا ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا فطائر كيجيو رائعين مقرمشين، وبيتزا راني ما شاركتش معكم حيت فايت لي شاركت معكم من قبل، وعصير كيجي رائع احسن من ديال المحلات. وبالصحه والراحه، وشكرا لكم على المشاهده.